لما الإنسان بيتعرض للتحرش وهو صغير وما بيعبرش عن ده أو ما بيكونش فاهم ده، وبعد كده لما بيكبر بيبدأ يوعى إن هو اتحرش بيه وهو صغير. انت لو ما تشافتش من الحاجة اللي حصلت دي وتصالحت مع الطفل الداخلي وبدأت تبص للموضوع بزاوية تانية، انت حياتك هتتشقلب رأسا على عقب. هتتشقلب، هتبقى شخصيتك اللي انت كنت هتطلع بيها بقت شخصية مختلفة تماما بسبب التحرش. وهقول في اخر الفيديو ازاي لو انتي ام بتسمعيني وابنك لسه سنتين تلاتة ازاي تحافظي عليه من ده. اول حاجات بتكون قاسية جدا، بيكون شخص مهزوز قوي، ما عندوش ثقة بنفسه، دايما حاسس بطاقة عار وطاقة تأنيب، ودايما قافل على نفسه، منكمش، ما عندوش صداقات، ما عندوش اجتماعيات، مش قادر يطلع بره ده. لان وارد بنسبة كبيرة جدا الشخص اللي تحرش بيه بيكون حد من العيلة او حد قريب لأفراد العيلة. النقطة التانية، الثقة تقريبا بتكون معدومة، بيفقد الثقة بسرعة جدا في اللي حواليه، جدا ما بيثقش فيهم تماما، وعنده صعوبة شديدة جدا في ان هو يعمل صداقات او يعمل معارف او يعمل اجتماعيات. صعب جدا عليه ان هو يثق في حد اصلا، صعب يعني ما يقدرش يعمل حاجة زي كده. مش بيكون بإرادته، بيكون غصب عنه، في حاجة دايما بتشده لورا. تالت نقطة، ودي نقطة مهمة جدا، انه بيحصل له اضطراب جنسي. يعني ايه؟ يا اما لو ليه شريك حياة فبيبدأ ان هو بيكره التلامس الجسدي، بيقرف، بيحس ان هو مش قادر. لما بنيجي لمرحلة مثلا العلاقة الجنسية في الجواز، يبدأ يبنك او تبدأ تبنك، ما بتقدرش. يا اما بتكون بتميل جدا للعلاقة الجنسية بشكل شهواني بشكل مش طبيعي. يا اما الاوبشن التالت خالص ان هو بيكون شاذ جنسيا، لان اللي اتحرش بيه ممكن يكون راجل زيه او اللي اتحرشت بيها ممكن تكون بنت زيها. اخر نقطة، ان ناس كتيرة جدا بتشكك في وجود ربنا سبحانه وتعالى، لان ازاي في ربنا موجود وازاي سابني اتعرض لحاجة زي كده وانا طفلة. فللأسف الشديد ناس كتيرة قوي بتطلع بره العقيدة وبيبقوا ملحدين. لو انتي ام او انت اب وولادكوا لسه صغيرين، عندك من سنة لحد 8-9 سنين، ابنك او بنتك لا حد يشوفه وهو بيغير، لا حد يشوفه وهو بيستحمى، لا حد يشوفه وهو بيعمل تواليت، لا حد يشوفه وهو عريان. المنطقة دي ما ينفعش حد يلمسها. مجرد ان اتلعب في الفايل الجنسي الشخصية كلها اتضربت. ودلوقتي وسائل التواصل الاجتماعي بقت عالية جدا، والأطفال دلوقتي بقى عندهم وعي. لا قدر الله ابنك تحرش بيه أو بنتك تحرش بيها، لا قدر الله، وبدأت تكتشف وتشوف، شخصيتها هتتحول وهتتدمر. ولو انت بنت، ولد، راجل، ست، اتحرش بيكوا وانتوا صغيرين، اوعوا تتنازلوا عن ان انتوا تطلبوا المساعدة في اسرع وقت وتفتحوا الفايل الجنسي عشان تبتروه، وتبدأوا ان انتوا تطلعوا بشخصية جديدة، شخصية ما فيهاش صدمات، متعافية، شخصية بجد تقدر تعيش حياة سوية، تقدر تعمل شريك حياة، تقدر تعمل علاقات ناجحة. انتوا محتاجين ده. ما تتنازلوش عشان الفايل ده كان بقاله كتير او الكلام ده راح عليه زمن. لا، الموضوع مش تهريج، الموضوع بجد 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 خطير جدا وصعب جدا. والفايل الجنسي لما بيتلعب فيه، افتكر الكلمة دي، حياتك بتتشقلب. ولو انت بجد عايز تحافظ على حياتك وتعمل علاقات صحية وتكون شخص متوازن، اهم فايل في فايلات الانسان الفايل الجنسي.